رجل اغتاب كثيرا من الناس حتى إنه لا يذكر أسماءهم، وهو الآن يريد التوبة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وكيف يرد المظالم ويتحلل من هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يتوب على أخينا السائل، وأن يوفقه للتوبة النصوح، وأن يمن علينا أجمعين بالتوفيق لسديد الأقوال وصالح الأعمال، آمين. وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الغيبة أمرها ليس بالهين، أمرها عظيم جدا، ولو لم يأتي في الغيبة إلا الآية الكريمة التي في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا فيه فتح باب للمغتاب أن يتوب، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله سبحانه وتعالى تواب من الغيبة وغيرها. لكن إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. والذنب الذي يتوب منه العبد إذا كان يتعلق بالآدميين لا بد أن يتحللهم وأن يطلب مسامحتهم، لأن ذنبه تعلق به حق لهم، وسيقتص منه يوم القيامة، والقصاص من الحسنات، يقتص منه يوم القيامة والقصاص من الحسنات. يأخذون من حسناته، من صلاته، من قراءته القرآن، من جلوسه لطلب العلم. يجلس لطلب العلم سنوات، ربما تذهب السنوات التي جلسها لآخرين ما جلسوا في طلب العلم مثله، يذهب جلوسه لهم، تذهب صلاته. حتى إن بعض الناس من كثرة تعدياته على الآخرين يأتي يوم القيامة ويكون مفلسا، مع أن عنده صلاة كثيرة وصيام كثير وصدقات وأعمال بر، كلها تذهب لأصحاب التبعات والحقوق. فمن الخير للعبد أن يتخلص منها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة. وفيما يتعلق بالطعن في أعراض الناس والغيبة لهم والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إذا كان يعلم أن طلب المسامحة ممن اغتابهم بتفصيل ما قاله فيهم يترتب عليه مفاسد، فالشريعة جاءت بدرء المفاسد. إذا كان يعلم أن هذا يترتب عليه مفاسد، فالشريعة جاءت بدرء المفاسد. فعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين: الأول أن يكثر من ذكرهم بالخير تعويضا عن الذكر لهم بالسوء، أن يكثر من ذكرهم بالخير مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم ونحو ذلك، أحياء كانوا أو أمواتا. والثاني أن يطلب من هؤلاء المسامحة ليس على وجه التفصيل بذكر ما كان منه مما يخشى أن تترتب عليه المفسدة، ولكن على وجه العموم، على وجه العموم،
على وجه العموم يذهب ويقول لا بد أنني أخطأت في حقك وحصل مني تقصير، ويطلب منه يعني متلطفا معه أن يسامحه، والغالب الناس فيهم خير، فمن الخير له أن يطلب منهم مسامحة في الدنيا فيعفو عنه قبل أن يقتصوا منه من حسناته يوم القيامة. نعم.